يلا نعمل الحلاوة الطحينية في البيت بكل سهولة ب3 مكونات بس لللانش بوكس او فطار او عشاء. يلا بينا على طول. اول حاجة ال3 مكونات بتوعي ان شاء الله موجودة في كل بيت. هاتي البولة بتاعتك، حطي فيها كوباية الا ربع من السكر البودر، كوباية من اللبن البودر، وباكت من الفانيلا بيدي طعم حلو قوي للحلاوة. المكونات كلها بعايرها بنفس الكوباية. معايا بقى كوباية من الحلاوة الطحينية. خدوا بالكم من ان احنا واحنا هنقلب الحلاوة دي هنقلبها بطريقة معينة قوي. اولا هنقلبها، هننزل كل اللي في الكوبايه الاول من الطحينه. بعد كده هنقلب الاول المكونات بالسباتيولا او المعلقه عشان الحلاوه دي ما تلزقش في ايدينا وما نعرفش نقلب بيها. اول حاجه هقلب المكونات كلها كده بالسباتيولا او بالمعلقه. هشرب اللبن البودر والسكر البودر بالطحينه بتاعتنا. بعد ما هقلب كده والاقي لونها اتغير وشربت كل حاجه، هنزل بقى وابدا اعجن بايدي كويس قوي. ان انا هقعد افركهم كده والمهم كلهم جامد بايدي بالشكل ده. اقعد اتك عليهم جامد. اعرف منين ان انا وصلت للقوام المظبوط والصح؟ بان انا بعد ما اتك على حبه جامد كده بالشكل اللي قدامك ده، همسك حته ادوس عليها جامد واخدها. لقيتها اتشكلت معايا بالشكل ده، نصين لقيتها اتقسمت معايا وما اتفرولتش، يبقى هي كده تمام. وانا بعمل كمان لو لازم يبقى القوام بتاعي بيمسك بسرعه، ما الاقيش عمال يتفرول مني. لا، لو متفرول منك يبقى محتاج شويه من الطحينه شويه كمان. بعد كده هجيب العلبه بتاعتي. احنا هنعملها بالساده وبالشوكولاته. دلوقتي احنا عملنا الساده. بعد ما جبت الكيس بتاعي حطيت كده شويه سوداني تحت. عايزه تحطي اي مكسرات او تستغني عنهم براحتك خالص. بعد ما جبت العلبه بتاعتي وحطيت كيس، فاتت الكيس ان انا اعرف اقلبها منها وما تلزقش مني. اجي عند نص العلبه احط فيها شويه من الحلاوه اللي احنا عملناها الساده عشان نشكل كده، بحيث ان نص العلبه حلاوه ساده والنص التاني بالشوكولاته. هاجي بقى للنص التاني اللي انا سايباه على الجنب، وانا حطيت عليه معلقه من الكاكاو، وهحط برضو معلقه من الطحينه عشان الكاكاو هيخليها تفرول وتنشف معايا. فانا هحط لها شويه من السوائل اللي هي الطحينه بتاعتنا، واقلب تاني المكونات دي كويس قوي بقى مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده، عشان نشرب المكونات الباقيه بالكاكاو واخليها تاخد اللون بتاع الغامق ده بتاع الشوكولاته. بعد ما هقلبهم كلهم كويس قوي هتبقى بالشكل اللي معايا قدامي ده، وبرده هختبرها زي ما اختبرت الساده. وبعد كده هبدا اجيب العلبه تاني وارص بقيه الحلاوه بتاعتي في الجنب التاني. والخطوه اللي جايه مهمه جدا عشان نثبت بيها الطحينه وتاخد الشكل اللي معايا. بعد ما احط الكميه بتاعتها كده هبدا اضغط في الاول بايدي. بعد كده هجيب اي حاجه، كوبايه، الهراسه بتاعه البطاطس، اي حاجه انتي بتستعمليها اضغطي بيها عليها كده، قفليها بكيس كويس قوي عشان كمان ما توسخيش اللي انتي هتضغطي عليه، وكمان عشان تعمل شكل حلو. دلوقتي بصي انا جبت اللي انا بدق بيه التوم، وحتى اضغط كده كويس قوي بحيث ان انا اخليهم يمسكوا في بعض ويمسكوا في السوداني وياخدوا الشكل حلو وما يتفرولوش. بعد ما تتاكدي ان انت تضغطي كويس او ثبتيها، حطيها في التلاجة لمده 6 ساعات عشان تمسك معانا وتتشرب كده من بعض. بعد كده بقى في اللحظه دي تقدري تستعمليها عادي في اي حاجه، لانش بوكس، فطار، عشاء، خروجه، خارجه عايزه تعملي سندوتشات بيها. بجد لذيذه ومفيده وسهله وسريعه واوفر من بره بكتير وافيد كمان. اي نعم بتاعت بره بيحطوا عليها مكونات تانية كتير، بس احنا بنعملها في البيت فعايزين ابسط طريقه وما تكلفناش ولو كتير. وصلتوا لحد هنا طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وكومنت عشان تدعموني، وتروحوا دلوقتي تتابعوا السلسله اللي انا بنزلها، سلسله لانش بوكس المدارس. بنزل لكم فيها افكار للانش بوكس بتاع الاولاد بطريقه سهله بسيطه ومش مكلفه كتير ولا مكلفه خالص، وتقدري تعمليها بكل سهوله ومتنوعه. بس كده، وادي شكل الحلاوه الطحينيه بتاعتنا في الاخر، شكلها خطير وجميل. بس خلصنا الفيديو، متنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك. باي باي.